بيبدأ الفيلم لما بيظهر مستر كريم بتاع الألعاب في المدرسة اللي بيشتغل فيها، ولما بيروح أوضة المدرسين بيلاقي دعوة فرح من واحدة اسمها هنا. فبيرجع كريم فلاش باك وبيفتكر لما كان طالب في ثانوي والمدرس كان بيضربه كده، مش عارفة ايه أبو طويلة اللي بيتضرب كده ده. المهم مرة واحدة بيشوف قدامه هنا الجحدة، البنت المنقولة جديدة معاه في المدرسة، واللي أول ما شافها حبها من أول نظرة. فحاول يتكلم معاها بس هي قالت له روح بس خيط بنطلونك اللي اتقطع ده يا شاطر. وحاول كل زمايله يكلموها وخصوصا رؤوف ده، فعرض عليها كريم ان هم يعملوا نفسهم مرتبطين عشان محدش يضايقها، فوافقت وخلته يهرب معاها من المدرسة وقالت له انا عايزه اكل فطير الرز بالتوابل ولو عارف مكان كويس وديني. فقالها طب استني بس اخد نفسي، انا مش واخد على الصياعه دي. وهنا بيسالها امتى اول مره زوختي من المدرسه؟ فقالت له في سنه تانية. فقال لها لا ده انت صايعه بقى من زمان. وهو كشاب كوري تقليدي مراهق في ثانوي كان فاكر عشان هربت معاه من المدرسه انه هيقدر يوريها ساعته اللي بتنور في الضلمه، بس هي بتضربه وبتقول له لا انا بهرب بس مش بشوف ساعات بتنور انا. بس بعد كده بيفضلوا يهربوا من المدرسه وبيروحوا ياكلوا فطير الرز بتاعهم ده. وفي مره راحوا لقوا المحل مقفول والدنيا كانت بتمطر اللي هو في الصيف اصلا يعني، فاستخبوا وقعدوا يتكلموا. وسالها كريم هو انت ناويه تدرسي ايه؟ قالت له انا بحب الرسم بس هو مش بيكسب الصراحه. فقال لها انا بقى مش عايزه اكمل دراسه، ايه وجع الدماغ ده؟ فقالت له يعني انت كده بتتسلى، خلاص سيب المدرسه وما تضيعش وقتك بقى. فقال لها يا لئيمه انت بتتكلمي معايا بحده عشان تباني مسيطره وانا فاهمك. فقالت له بس يهبل. فمستر شعبان بيشوفهم مزوغين من المدرسه وفضل يجري وراهم، بس هم استخبوا هنا. ومن يومها قربوا من بعض وراحت تقعد معاه لحد ما المطره تخلص، وعرف منها ان تاريخ ميلادها يبقى نفس تاريخ يوم الام اللي هو يوم 8 مايو. وبعدين خرجت عشان تروح وقعدت تغني الاغنيه اللي بتحب تغنيها او تسمعها علشان الاغنيه دي بتغير مودها للاحسن. كريم كان كمان بيتخانق مع رؤوف عشانها، وفي مره لقاها متضايقه ولما بيحاول يكلمها بتزعق في وشه. فقال لها لا شكلك مجنونه النهارده انا هسيبك بقى. فراح كتف مستر الموسيقى باين وخد اصحابه معاه عشان يعزفوا، وهو غنى لها الاغنيه اللي بتخلي مودها يتحسن. وبعدها جاب لها هديه ام بي 3 لما لقاها بتحب الاغاني، وهي طبعا كالعاده متنحه. فقال لها طب ما تقولي شكرا يا حبيبتي مش هيجرالك حاجه والله، مش كفايه مستحمل فرق الطول اللي ما بيننا ده؟ فقالت له لا انا مش بعرف اقول شكرا، هات ايدك. ورسمت الرسمه دي. فقال لها الله مش كنت تقولي؟ فقالت له. وتاني يوم بيروحوا معاه الاكله اللي بتحبها بس مش بيلاقيها موجوده، وبيفضل يكلمها بس تليفونها بيبقى مقفول. ولما بيروح عند محل مامتها بيلاقيه مكسر، ولما بتشوفه بتقول له امشي. وبعدها بتكلمه في التليفون وبتقول له ان هم كانوا هربانين من باباها لانه لما بيشرب بيتصرف تصرفات غير مسؤوله، وهم هيهربوا منه تاني لمدينه تانيه. فبتودع كريم وبتقول له خلي بالك من نفسك. وده كان اول شريان يتقطع معانا النهارده. بعد ما بتمشي هنا وبيخلص كريم المدرسه بيقرر يفتح محل فراخ، وبيروح له صاحبه عباس البصباص وبيقول له مش انا قدمت في جامعه فصول؟ واسكت مش الجامعه دي فيها شويه بنات حلوين حلاوه حتى شوف. والمفاجاه لما بيبص كريم بيشوف هنا وبيعرف انها دخلت الجامعه اللي هناك. فبيروح يقول لباباه ومامته اللي قاعده تفليه تقريبا انا عايز اروح الجامعه فصول وهقدم في كليه تربيه رياضيه. فاتريقوا عليه وقالوا له حوش الواد توت وعضلات. ومامته قالت له كل ده عشان تحصل حبيبه القلب وكلام من ده. وقعد بقى يتدرب ويذاكر عشان يقدر يعدي من امتحانات القبول في الكليه. وبيروح على مدينه سول وبيدور على هنا عند محلات فطير الرز كلهم وبيلاقيها فعلا. واول ما بينده عليها طبعا هو متوقع انه اول ما تشوفه هتعمل كده، بس في الحقيقه قالت له كريم ايه اللي جابك هنا؟ المهم قال لها انه بيدرس في نفس الجامعه في كليه تربيه رياضيه. اما هنا فكانت بتدرس تصميم الازياء. وقرر انه يعيش معاها في نفس بيت الشباب عند الست شفاعات، واللي بتقول للسكان الجداد اللوائح والقوانين بتاعتها، ومنها انها بتسمح لاي حد عادي انه يجيب صديق او حبيب بس من غير بيات عشان البيت ده طاهر وهيفضل طاهر. وهنا هنا بتفاجئه وبتقول له انها مرتبطه ولازم تقول له الكلام ده عشان ما يتعشمش وكده. قال لها لا قشطه انا مش فارق معايا اصلا، بس راح على البيت عيط على طول. وده كان تاني تقطيع شريان معانا النهارده. والولد اللي طلعت مرتبطه بيه هنا هو هاني قائد فريق الكوره اللي بيلعب قصاده. فصاحب كريم قال له اجمد كده ان كان هو مز فانت اطول منه. فقال له انا اتغاظ من ده هاني يا ابني. وطبعا في وجود هاني هنا بتبقى منفضه لكريم على الاخر، وحتى صاحبتها كانت بتكرش على كريم وقالت لها ظبطيني مع الواد صاحبك الطويل ده، وراحت قالت له فعلا بس هو قال لها ما شفتش في بجحتك. وبعدها بيروح لها هاني يزورها في السكن عادي يعني، وبيسمع كريم صوتهم فبيتغاظ وبيروح يشتكي لصاحبه البيت الطاهر الست شفاعات. فلقاها قاعده تبوظ سمعه البيت، فمسكته بقى ضربته وقالت له ايه لقد نسيت اني امراه واول ما جيت افتكر جاي تعمل لي هليله. وطبعا التهزيق ده كان
قدام هنا، فشكله كان وحش على الاخر. وبيفضل كريم تايه من غير هنا، واصحابه مقضيينها تعارف على البنات زي الاخ اللي رايح يعاكس البنت ده ويقول لها انسه انا تايه وعايز اعرف عنوان بيتك. وطبعا بتضحك على خفه الدم الفظيعه ومش عارفه، جالي احساس كده ان هما في جامعه عين شمس بصراحه يعني. المهم كريم بيتكلم مع صاحبه التاني وبيكتشف ان النهارده يوم الام، وده معناه ان النهارده عيد ميلاد هنا، فبيروح عشان يديها الورد بس بيلاقيها جايه مع هاني في العربيه، فبيحدف طوب على العربيه. وفي مره في ماتش سمع كريم هاني بيتكلم عن هنا بطريقه مش كويسه، تقول يعني ان هو مش بيحبها، فراح يتخانق معاه وراح قال لهنا الكلام اللي سمعه، بس هي ما صدقتهوش وقالت له مش كفايه انك حدفت الطوب على العربيه، عايز تاني، واتخانقت معاه. بس بعدها رجعت كلمته عشان كان رايح على الجيش، وقالت له انها عايزه تسلم عليه قبل ما يروح. ولما قابلته قالت له كان معاك حق، هاني طلع واخد، وقعدت بقى تشتمه عشان تخرج الكبت اللي جواها. وبعدين بيروحوا ياكلوا وبتروح معاه، وبيصحى يلاقي نفسه نايم كده بس هي مش معاه، فخرج قال له ام سيد اللي بره دي هي فين البنت اللي كانت معايا؟ فقالت له اسكت دي انقذتك. فحكيت له انه امبارح كان دخل التويلت واتاخر، فهنا قلقت عليه لانه كان شارب كتير وهو ما كانش بيرد، فندهت على ام سيد وفتحوا عليه الباب لقوه عامل تويلت ونايم في نفس المكان يعني. فخدته هنا ونظفته وغسلت هدومه ومشيت. فطبعا اتصدم كريم من شكله ومن حظه المنيل اللي دايما بيطلعوا شكله وحش قدامها. فقال لام سيد طب انت ما كنتش قادره تغيري لي انت بدل الفضايح دي؟ فقالت له وانا اغير لك ليه عينيا وانت شحت كده، هو انا كنت ست والدتك؟ فدخل كريم الاوضه وقعد بقى يعمل الحركات دي كانه بيهزق نفسه يعني على الموقف، واثناء كده بيضيع الورقه اللي كانت كاتباها له هنا، وكانت قايله له فيها انا مشيت عشان شكلك اللي اتهربت قدامي ده، وكلمني لما ترجع من الجيش. فطبعا افتكرها سابته، ولما هو ما كلمهاش هي ما كلمتهوش. وفاتت سنين وكريم كان ناقص له اختبار اخير عشان يقدر يبقى لاعب، وكان بيشتغل وقتها مدرب في جيم كده شغل مؤقت يعني، وكمان ارتبط بواحده تانية. ومره وهو واقف يوزع ورق دعايه للجيم بيشوف هنا بالصدفه، وبيروح وراها وبيلاقيها بتتصور، وبعدين بيقعدوا سوا يتكلموا، وقالت له انها بقت موديل اعلانات عشان لقت موضوع التصميم ده مش جايب همه. فشافت الدبله في ايده وسالته هو انت ارتبطت؟ فقال لها اه. ولما هو سالها قالت له لا، وقالت له انها هتسافر عشان تصور اعلان واللي المفروض كانت هتوصلها اعتذرت. فقال لها عادي انا فاضي يعني هوصلك انا. وفعلا بيوصلها وبيحضر معاها تصوير الاعلانات، ولما بيرجعوا بيوريها اعلان توظيف لمصممين الازياء، وحاول يشجعها انها ترجع للحاجه اللي بتحبها. ولما بيروح عشان يوصلها مره تانية بيكلمها المنتج وهي في الطريق، وبيقول لها ان في واحده غيرها صورت الاعلان، فبتتضايق وبتنزل من العربيه وبتعيط. بس كريم قعد يشتم في المنتج بنفس الطريقه بتاعتها اللي بتفك بيها الكبت، وبعدين بيوديها مكان عشان تغير مودها، بس بيلاقوه مقفول، فبيخليها تطلع على ايده من فوق السور زي ما كانت بتعمل ايام المدرسه. وفعلا بتلاقي المكان حلو قوي، وبيتكلموا شويه وبتحس كده انها هتقرب منه، بس بتمشي وبعدها بتحاول تهرب منه لانهما ما ينفعوش يقربوا من بعض وهو مرتبط. بس بيقرر كريم يبعت رساله للبنت اللي مرتبط بيها، وقال لها انا حاسس ان احنا اخوات يعني. وبعدين بيروح لهنا مكان التصوير وبيتكلم معاها، وقال لها انه ساب البنت اللي كان مرتبط بيها. فقالت له ما تفكك بقى يا عم من ايام ثانوي دي، انا غير اللي انت كنت تعرفها زمان، وانت عندك 100,000 بنت غيري وما عطلكش بقى. البنت جحده قوي يا جماعه. المهم بتسيبه وبترجع تاني للتصوير، بس حته هندي كده بنلاقي البتاع ده بيقع، فبيروح يحميها وياخد هو الصدمه. فطبعا ضميرها بيأرنبها وحست ان هو بيحبها بجد، واخيرا ارتبطوا ببعض وفضلوا بقى على طول سوا. ورجعت تاني هنا للتصميم، ودايما كريم كان بيشجعها، والحياه كانت غايه في الرومانسيه الحقيقه. ولسه هنقول هي بس المخرج يسكت، لا يسيبنا مبسوطين، ما يصحش. اللي حصل ان كريم ما قدرش يجتاز اخر اختبار عشان يبقى لاعب بسبب الاصابه اللي اتعرض ليها عشان ينقذ الجحده، وده طبعا كان محسسها بالذنب. بس هو كان بيقول لها هو انت هبله، ده احنا في امل ان انت معانا، واهم حاجه ان انت تبقي بخير. بس اثناء عزا باباها هنا بيخرج كريم يتكلم مع صاحبه، بيفضفض معاه عادي يعني. فبيقول له تخيل لو ما كنتش قابلت هنا اكيد ما كنتش هتعرض لاصابه وكان زماني بقيت لاعب. انا حاسس ان حياتي اتوترت من ساعه ما ارتبطنا،
ربنا. فقال له ما تقولش كده، دي حاجه بتاعت ربنا. فقال له كريم انا خايف بس انه يجي عليا اليوم اني اندم ان انا حبيتها. فسمعته الجحده، وطبعا سمعتهم له بقى وقالت له مش انت اللي جريت ورايا؟ حد قالك تحبني؟ حد قالك تحوش عني الصدمه؟ دلوقتي بتقول عليا ان انا وشي نحس؟ عامه انت ما فرقتش كتير عن بابا، هو برضو كان كل ما الامور تبوظ بيجيب اللوم على ماما. احنا لازم ننفصل يا اما انا اللي هندم على ارتباطي بيك. وقعدت تعيط. وادي تالت تقطيع شريان معانا النهارده. ولما كريم حاول يروح يصالحها قال لها انا لقيت شغل في مدرسه متوسطه. فقالت له جود فور يو، وانا كمان لقيت فرصه شغل كويسه قوي في بلجيكا. فقال لها ماشي سافري وانا هستناكي وهعتبره عقاب ليا. وبص كده في ايدها لقاها قلعت الدبله بتاعته. فقال لها اضربيني اشتميني، قلت لك اني ما كنتش في وعي وانسي بقى. بس الجحده ما بتتاثرش وبتقول له المشكله مش في اني مش قادره انسى، المشكله ان انت حسيت بالندم. وقالت له ربنا يوفقك وسابته. بعدها بفتره بترجع كوريا وبتروح له على المدرسه اللي شغال فيها، وبيحس انها متردده كده. فبيقول لها مالك، هو انت هتتجوزي ولا ايه؟ هو بيهزر طبعا. فقالت له والله هتجوز. قال لها ما تهرجيش. قالت له وربنا انا قلت بس انها تيجي مني احسن ما تيجي من غيري. فقال لها والعريس بقى يبقى كوري؟ قالت له هو كوري بس شغال في شركه في بلجيكا. فقال لها ده انت كنت رايحه بلجيكا تشقصي عريس بقى؟ طب الف مبروك، وابعتي لنا بقى دعوه فرحك عشان نعمل لك الواجب. وفعلا الجحده بتبعت له الدعوه اللي بنشوفها في اول الفيلم، وبيقعد مع اصحابه يبكي على الاطلال شويه. بس بيقرر فجاه انه يروح لها الفرح. انا قلت بقى هيروح يبوظه هيخطفها، لا ما حصلش. هو قدر بس ان هو يوصل لاوضتها وقال لها انا جاي عشان اقول لك اسف على الكلام اللي قلته، وانا مش ندمان خالص ان انا عرفتك، ده انت اللي خليتيني يبقى عندي حلم ودخلت الجامعه واتعرفت على اصحاب جديده وبقيت مدرس دلوقتي، وانا كنت ممكن اضيع حياتي بس انت اللي خليتيني راجل، وشكرا على ظهورك في حياتي. وهي كمان تقريبا قالت له نفس الكلام وشكرته. وخرج يتفرج عليها وهي عروسه. ولسه بقول دي هتعمل زي الافلام العربي وتسيب العريس وتروح له، لا بس عادي اللي بيحصل انها بتتجوز وهو بيمشي عادي يعني. وده كان اكبر شريان اتقطع وهو الشريان الاورطي، فبالتالي انا قلبي توقف خالص يعني. يلا كلها افلام، وده اخره اللي لخص كوري اصلا يعني. وتوتا توتا والفيلم خلص. نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الفيديو. اذا اعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك واخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.